السلام عليكم. باش ما نطولش عليكم ندوزو نوجدوا هاد الحليوه كتجي رائعه واقتصاديه وبنينه في نفس الوقت. ندوزو ناخذ المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. ناخذ اناء ونوضعوا فيه رشه ملح، ثم نوضعوا الزبده يعني المعتاده، ونضيفوا له واحد ساشي ديال الفاني، وجوج كيسان ديال سنيده، وكاس ونص ديال الزيت باش تخرج لنا واحد الكميه اللي وفيره. كاس ونص ديال الزيت، وكندمجوا هاد العناصر مع بعضها. بالنسبه للزبده يعني كتكون ضروري بدرجه حراره المطبخ، وكتكون لينه باش ما تعذبكمش في الخدمه ديالها. واللي بغى يبدل هاد الزبده بالزبده ديال العبار راه كتجي بنينه، يعني على حساب الثمن وصافي. اللي بغى يديرها راه كيجي صابلي ديالها بنين، واللي مبغاش كيدير هذه العاديه الله يجعل البركه. كنضيفوا 3 ديال البيضات، وكنجمعوا الخليط مزيان كنخلطوه. بعد المرات كتكون سنيده غليظه، حاولوا طحنوها واحد 2 دورات في الطحانه باش ما تعذبكمش، وإلا كانت ديك السنيده رقيقه راه دغيا كتذوب. كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الجليكوز باش كتخلي لنا داك الصابلي كيبقى مقرمش وشاد في راسو. هنا راه خدمت الزبده مزيان، راه ولات على شكل بوماد. صافي هنا يعني راها واجده. نضيفوا لها باقي المكونات. هنا خديت الكوك ومحمر، كيكون كراميليزي، كتحمروه في مقيله ولكن مع التحراك باش ما يتحرقش ليكم. وكنضيفوه هنا. خديت داك الكوك اللي كيكون شويه مسحوق ماشي داك الغليظ، اولا دوروه حتى هو 2 دورات في الطحانه، وكتحمروه في المقله مزيان حتى كيذهب اللون ديالو، كيعطي واحد البنه رائعه في الصابلي ديالنا. صافي هنا غادي نبداو نضيفوا الدقيق. كما كنقول لكم دائما الدقيق بالنسبه للحلوى كتوضعوه شيئا فشيء، ما كتوضعوش كامل دقه واحده. وانتم كتخلطوا وانتم كتضيفوا الدقيق، غير كتجمعوا العجينه ما كتدلكوهاش. دائما الحلوى راه ما كتدلكش، غير كتجمعوا داك الخليط وما كيكونش قاصح وما كتكونش رطبه بزاف باش ما تقطعش ليكم. كتكون يعني رطبه، ولكن عينكم ميزانكم. الا كثرتوا الطحين راه غتقصح لكم بزاف، وإلا خليتوها رطبه راه غتعذبكم ملي تبغيو تصاوبوها. اللهم يعني عينكم ميزانكم. نتوما كتوضعوا الطحين وانتم كتشوفوها بين يديكم كي دايره القوام ديالها. صافي هنا كنجمعوها ما كندلكوهاش، غير كتجمع لينا وكنحبسوا. كنجمعوا العجينه وكنجمعوا القصريه ديالنا صافي، وكنخليو العجينه شويه ترتاح. ديوها وجيبوها شويه بين يديكم صافي وكتخليوها. القوام ديالها كيجي رطب، ما كتجيش قاصحه، وفي الخدمه راه كتجي رائعه. نخليوها شويه ترتاح وناخذ واحد البلاستيك كيف المعتاد. دائما تبغيو تخدموا صابلي نديروا البلاستيكه باش ما تعذبكمش. حلوا بلاستيكه اولا قسموا بلاستيكه على 2 وديروا وحده ميكا وحده، وديروا العجينه وغطيوها بالميكا، وعاد بداو دلكم باش ما كتلصقش لكم العجينه في الدلاك وما كتقطعش لكم العجينه. هنا كنبقاو ندلكو فيها حتى كناخذوا السمك اللي بغينا. كتكون 2 مليم، ما كتفوتوهاش حتى 3 مليم. ما ديروهاش غليظه بزاف وما ديروهاش رقيقه. كندلكو العجينه كيف كتشوفوا حتى داك المنظر ديال داك الكوك كيجي باين، كيعطيها واحد المنظر زوين. هنا خديت طابع مربع وكنبقاو نطبعو. في هاد الاثناء حاولوا ما تبقاوش تضيعوا العجينه باش ما تبقاوش تعاودوها وتعاودوها. يعني ملي كتطلقوا العجينه نتوما كطبعوا وما كتخليوش الفراغات بزاف بين الطبعه والطبعه باش ما كتبقاش لكم المعاوده بزاف، وما حتى نتوما ما كتضيعوش الوقت. هنا غتشوفوا السمك ديال الحلوى كي داير، كتمشي عبار واحد ما بين 2 مليم حتى 3 مليم. هذا هو العبار ديال الصابلي ديالي. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا راه الميكا ملي كديروا البلاستيكه راه كتهزوها بسهوله. واخا كتكون يعني الحلوى العجينه طريه راه كتهز لكم بسهوله ما كتعذبكمش. بالنسبه لهذا الشكل انا غادي نلصق وحده مع وحده، وحده كنديروها مثقوبه وحده كنديروها عاديه. يعني غندي خذوا اي حاجه عندكم على هذا الشكل هذا. انا درت هنا ثقبه على شكل دائره، وانتوما ممكن ديروها مربع، ديروها على شكل قليب، ماشي مشكل. ملي كتهزوها راه كطير بسهوله، كتشوفوا الشكل ديالها
كيف كيجي راه ما كتديموا لا ما والو، كتهزوها بسهوله وكتحيدوا داك الخويه باش كتبقى على شكل دائره، وكتستمروا بنفس الطريقه. هنا بالنسبه للحلوى ملي كديروها وحده لاصقه على وحده، حاولوا ديروا الصف عادي وصف مثقوب باش كتجيكم حتى في الحساب مزيانه. ما ديروش يعني العاديه كتر وتشات لكم في الاخر، او لا ديروا اللي مثقوبه كتر كتجيكم الحساب مضبوط. ديروا صف عادي وصف مثقوب باش ملي كتبغيو تلصقوها وتفينيوها في الاخر كيجيكم الحساب هو هذاك، وما كتشيط لكم حتى حبه. هنا من بعد ما دخلناها للفران كيذهب اللون ديالها، ما كتاخذش وقت كتير وانما دغيا كتحمر، كتذهب اللون ديالها. وكنشدو 2 معالق ديال الناباج مع معلقه ديال الجليكوز كنطلقوهم مع بعضياتهم. وهنا كيف كتشوفوا راه كندهن غير بيديا، اللي بغات تستعمل البانسو تستعملو ماشي مشكل. وكناخذوا داك الكوك اللي بقى لينا محمر وكنوضعوه على هذا الشكل هذا في الوجه ديال الحلوى، كيعطيها واحد الشكل زوين، وحتى البنه كتجي خطيره ديال داك الكوك محمر. كندهن الوجه ديال الحلوى ديالي. هنا ما غنلصقهاش حتى نكمل هاد الحلوى اللي عندي، عاد غادي نبدا نلصق فيها. راه كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه بالنسبه لكم. هنا من بعد ما كملت الحلوى كلها فنتها في داك الكوك، عاد غادي نبدا نلصقها. هنا حاولت نلصقها بالكراميل. نتوما الا ما عندكمش الكراميل ديروا هاد التعليكه ديال العسل، كاس ديال العسل مع 10 ديال الشكلاطات بيضين، وكتخليوهم فوق البوطه. ملي كيذوب داك العسل كتخلطوا معاه الشكلاط ابيض، وكتبقاو تخلطوا فيه حتى كيذوب كيعقد لكم شويه، وكتلصقوه كيجي الشكل ديالها هو هذا. كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل عدد الحبات اللي عندي. كيف كتشوفوا راه كتخرج واحد الكميه وفيره، وتبارك الله راه كتجي حتى في المذاق ديالها وفي الشكل رائع. هذا هو الشكل ديالنا كيف كتشوفوا. كنحتفظوا به بحال هكا في علب، وما بين صف وصف حاولوا تفرقوا بشي بلاستيك، وكتبقى لكم الحلوى طريه. واحتفظوا بها في المجمد او لا على برا، كتبقى لكم مده طويله وما كيبقى على والو، كتبقى في الطراوه ديالها وكتصبر مده طويله. خليتكم في راحه الله، مع السلامه.